مجلس التعاون الخليجي ووزير الداخلية وزير بتاع الإمارات الداخلية بتاع الإمارات بيقول حقائق من خلال أجهزة المخابرات أجهزة المخابرات في دولة الإمارات. الكلام اللي قاله الدكتور توفيق عكاشة من 6 سنين وكتبوا الكلام ده وقالوا نصروه قبل كده. وأنا بقول باسم الدكتور توفيق عكاشة لو سمحت يا دكتور لو سمحت يا دكتور مغاوري ولو سمحت يا دكتور عفت ولو سمحت يا دكتور عفت ابتعدوا عن تدمير حزب مصر القومي لأنه لن يسمح لكم بأمارة ما رحتوا للمستشار مرتضى منصور يقولوا له والنبي مالكش دعوة بيه. ولما المستشار مرتضى منصور رجل الأصول، طبعا رجل الأصول اللي بيفهم في الأصول كلم الدكتور توفيق عكاشة وقال له يا دكتور انت هتترشح لرئاسة الحزب؟ قال له ايوه. قال له انا هترشح لرئاسة الحزب. قال له بيقولوا لي ان انت انسحبت. قال له رد عليه مرتضى منصور قال له ده بيقولوا لي ان انت انسحبت. قال له ده قال له يعني عدلت ده انا عدلت عن انسحابي بعد ما طالبني الاغلبيه العظمى من اعضاء الحزب باني ما انسحبش. فقال له يا دكتور ده حقك وده مجهودك اللي انت بذلته وانت لغايه ما خليت في 5 نواب في البرلمان عن حزب مصر القومي. وقال له يعني وانت قدرت انك تبقى صاحب المركز السادس في التمثيل البرلماني وانا استحالة مش ممكن اتعدى عليك نهائي. ده احنا اصدقاء واكلين مع بعض عيش وملح وانا في ظهرك يا توفيق. وقول لعفت وقول لمغاوري مرتضى منصور في ظهري ومحدش هيقدر يفرقنا ابدا. يعني بيتهيألي الدكتور مغاوري راح لمرتضى منصور وانا كنت مع الدكتور توفيق انا شخصيا كنت موجودة مع الدكتور توفيق عند الدكتور مغاوري شحاتة والدكتور توفيق قعد في الجلسة مع الدكتور مغاوري شحاتة وقال له يا دكتور مغاوري احنا عايزين نلم الموضوع عشان خاطر يا دكتور مغاوري انا مش عايز يبقى فيه انشقاقات في حزب مصر القومي اللي تعبت فيه واتبنى على كتافي انا والراحل طلعت السادات. وانا شاهد على الكلام وانا كنت موجودة وشاهد على الكلام ده. فقال له ده هم عايزين فرد عليه الدكتور مغاوري شحاتة وقال له يا توفيق ده هم عايزين يرشحوا مرتضى منصور ضد عفت السادات. فرد عليه دكتور توفيق وقال له ليه هو انا مت ولا ايه؟ ده انا وكيل المؤسسين الثاني مع طلعت السادات. ولا انتوا تخيلتوا انه الله يرحمه الاستاذ طلعت توفى وانا توفيت بعده؟ ما يصحش الكلام ده يا دكتور مغاوري. قال له طب خلاص نعملك نائب رئيس. فقال له رد عليه الدكتور مغاوري وقال له خلاص يا توفيق نعملك نائب رئيس حزب. فطبعا ضحك الدكتور توفيق ضحك السخريه وقال له هنبقى نشوف الموضوع. يعني تخيلوا يا جماعة الأمور وصلت إلى هذه الدرجة. على فكرة يعني عايزة أقول لكم على حاجة. المستشار مرتضى منصور كان هيترشح في رئاسة الحزب وأبلغ الهيئة البرلمانية بذلك وبمجرد ما حدث اتصال تليفوني بينه وبين الدكتور توفيق عكاشة. شوفوا بقى خدوا بالكم راجل الأصول هيعمل ايه ويتصرف ازاي. شوفوا مرتضى منصور عمل ايه. راجل أصول قال مش ممكن يا عم توفيق اتعدى عليك ابدا انا في ظهرك. بينما اللي جم بباراشوت
على حزب مصر القومي عايزين ينفذوا عايزين ينفذوا تعليمات طبعا احمد عز وصفوت الشريف وجمال مبارك، يقولوا له اوعى توفيق ويقولوا له اوعى توفيق عكاشة يجي رئيس حزب، لان توفيق عكاشة طبعا هو اول واحد طلع وخرج واتكلم وطالب باعدامه. شفتوا يا ناس حقائق فين؟ شفتوا يا ناس الحقائق فين؟ وبكره باذن الله وبكره باذن الله او بعد بكره على الاكثر هنعلن لحضراتكم على الشاشه بالمستندات والوثائق الضرب اللي ضربوه للحاج عبد السلام ابو خليل عكاشة اللي سنه 68 سنه، اللي سنه خدوا بالكم 68 سنة، وبيدعوا ان بلطجية كانوا جايين يبوظوا اللي هم عاملينه. والحاج عبد السلام طبعا عضو، ويعني عايزه اقول لكم كمان ان الحاج عبد السلام عكاشة هو عضو من الاعضاء المؤسسين ايضا لهذا الحزب، وعضويته الاستاذ الدكتور عفت السادات والدكتور مغاوري الشافعي. عايز اقول لكم على حاجه. لا انا عايزه اقول لكم كمان على حاجه